هنبتدي على المرحلة التانية في الكورس، وهي مرحلة السوفيستيك رينفورسمنت. هنشوف التولز بتاعت السوفيستيك رينفورسمنت من أول المارك، من أول التاج، من أول التاج اند ديتيل بالكامل، والشيب ديتيل بيشتغل ازاي. هنروح كمان للبلاطات ونشوف ازاي ممكن نعمل سبليت للريبار، وازاي نعمل الاوبشن بتاعت الستاجر، ونشوف افكار لتوزيع الاسياخ بتاعتنا. كمان هنروح للنقطه بتاعه السكادول وتفاصيل السكادول عندنا، من حيث ازاي نعمل السيتنجز ونظبط السيتنجز ونظبط المشروع بتاعنا. الناحيه التانية كمان هنشوف ان فيتا ار اي اكس والتفاصيل بتاعتنا، وازاي يقدر ينجز معانا في الشغل. في البدايه هنبتدي مع الفاونديشن، ازاي نسلحها وازاي نشتغل على السوفيستيك رينفورسمنت، وبعد كده نبتدي نظبط التولز بتاعتنا واحنا ماشيين، بحيث ان هي تدينا افضل شكل للحصر عندنا. اول حاجه كنا بنبتديها في الكورس بتاعنا ان احنا بنبتدي ناخد سيكشنز. بناخد طبعا للاليمنت بتاعنا اكتر من سيكشن، اللي هو السيكشن الطولي والسيكشن العرضي. وكنا كمان بناخد كول اوت من الفيو، بناخد كمان كول اوت للشكل البلان بتاعنا. طبعا دول كلهم نزلوا، يعني رقم 10 11 12 نفس القاعدة بتاعتنا. فلو انا رجعت لرقم 10 طبعا هاخد دول كده كلهم مرة واحدة واحطهم على التمبلت بتاعتي اللي انا بسميها RST Foundation او RFT Foundation ايا كان. هتيجي ممكن احنا اخترنا التمبلت غلط، RFT Foundation، تلاقيها ظاهرة معانا مظبوطة وما فيهاش اي مشاكل. ناخد ده ونسحبه كده فوق. طبعا تقدر بقى تقعد تشتغل وتحط الدايمنشن بتاعتك بالكامل، لكن احنا عايزين نبتدي نشوف فكرة التسليح. هنا نفس الموضوع، يمكن مش ظاهرة معانا، فنمسك الاتنين دول ونحطهم على RFT Foundation عشان تبتدي تظهر. طيب في كل الأحوال النيفيتا REX مش محتاج انك انت تاخد في اي سيكشن، لكن السيكشن عشان الاخراج. النيفيتا REX هنيجي ندوس نمسك القاعده بتاعتنا ونخش على النيفيتا ونقول له انا عايز السبريد فوت. طبعا هيبتدي يدينا الشكل كانها بلاطه واحده، مش حاسس بيه ان في عمود. فلو انا جيت عملت تاب، فانا كده مسكت القاعده اللي فوق، لان هو مسك القاعده اللي تحت. انا اول ما اعمل تاب همسك كده القاعده اللي فوق. فلما اروح على النيفيتا REX هلاقي ان هو ابتدى حس بالموضوع بطريقه مظبوطه، زي ما احنا شايفين، حس بالقاعده وحس بمكان العمود. طبعا هبتدي احط الداتا بتاعتي اللي انا من هنا. اول حاجه هو بيقولها لي الكفر بتاعك، فنبتدي نحط الكفر بتاعنا اللي هو مثلا 5 سم. لو انت معرف كفر عندك اشتغل عليه، مش معرف ممكن تشتغل على الايه، على ال5 سم بتاعه الريفت. هتلاقي هنا كمان عندنا فاي 16 ودوت فاي 16 الاتجاه التاني. هنلاقي ان هو بيقول لي الاس اي اللي هي المسافه ما بين السيخ والسيخ، فاحنا مثلا كان عندنا 5 فاي 16 فهنقول 200. الاتجاه التاني اللي هو الاس بي برضو 200. وبعد كده تروح رايح للتوب بار دي. لو قاعده كومبايند كان ممكن تعملها برضو من هنا، وانا مع اني بفضل في القواعد الكومبايند ان انا اشتغل عليها بايديا، اللي هي كانت في تاب الفاونديشن اللي هي كانت اول قاعده عندنا اللي هي ايزوليتد فوتنج. ممكن ترسم قاعده كومبايند بابعادها بالكامل عشان تخش تسلحها من هنا. هنيجي هنا على الاشاير بتاعتنا، وهنلاقي طبعا الموضوع بقى اسهل كتير من ان احنا نقعد نشتغل بايدينا، لكن احنا اتعلمنا نشتغل بايدينا عشان نطلع كل التفاصيل بتاعتنا. طبعا المفروض تروح تشوف العمود دوت ابعاده كام في كام. هاجي هنا واقول له في الان بي اللي هو العرض الصغير انا عايز 2، وفي الان ال انا عايز
3 في الطول الطويل. طيب بيقول لك بقى طول الربط بتاعك قد ايه في العمود وقد ايه في القاعده. هنروح لجزئيه طول الربط، ودي تعتبر وصلة ضغط، فاحنا هنقول ان كولم هنقول له 40 الفاي، فلو جينا هنا خليتها 40 الفاي. ان فوتنج طبعا نخلي بالنا كويس قوي من الفكره بتاعه الان فوتنج، لان لو كان سمك القاعده اكبر من 40 الفاي، يعني انا قلت له دلوقتي هي 40، فطبعا انت هتحسب ال اف. طب ال اف دي وش يعني الجنش بتاعنا بصوا جاي عامل ازاي، فطبعا ده مش مظبوط. وطبعا كده انت لو كتبت الرقم ده فممكن تخرج اصلا الاشاره دي بره القاعده بتاعتك، لكن المفروض 40 الفاي دي من وش القاعده من فوق، فلو من وش القاعده اللي فوق فهو 64، والقاعده 60، فاحنا لازم ننزل بجنش جوه القاعده، فيعني لو هي 60 فلازم ننزل بجنش جوه القاعده. فهنيجي نقول له 40 الفاي عندنا، والال اف دي مش هتبقى 40، مثلا ممكن تبقى 20 الفاي، تبقى 30 سنتي، لان احنا عندنا في بعض الحاجات في الكود لو جينا فتحنا كده الكود مع بعض هنلاقي ان هنا طبعا بيقول لي طول التماسك للاسياخ المنفرده ال دي مضافا من قطر السيخ اللي هو 60 فاي و40 الفاي في الضغط، ومع مراعاه ما جاء بالبند 1 5 2 4 ج. البند ده اللي هو كان بيقول الحد الادنى يجب الا تقل طول التماسك طول تماسك اسياخ صلب التسييح المعرضه للشد او الضغط عن 35 في الاسياخ الملساء و40 في الاسياخ ذات النتوءات. لو نفتكر الكلام ده كنا اتكلمنا فيه في اول الكورس بتاعنا. 1 5 2 4 وده جيم هو كان بيقول لك ان انت ما تقلش عن كذا. طيب في بعض الاحيان احنا بيحصل لنا اختلاف كتير قوي في حته طول التماسك دي، عشان نسهل كده الموضوع طول التماسك وطول الربط هما يعني يمكن حاجه واحده، ولكن بتفسيرات كده سهله وبسيطه الناس تقدر تفهمها. ايه هي؟ ان طول التماسك انا عايز اربط الخرسانه بتاعتي بالعمود بالقاعده. طب لو انا عايز اعمل طول وصل او طول ربط او وصل صلب التسليح، ما هو هنا فوق كاتب طول التماسك وطول الربط ووصل صلب التسليح بتاعنا، فكاتب 3 انواع. فعشان بس انت تبقى انت فاهم ان الموضوع ماشي ازاي وما تتلخبطش، احنا هنقول ان طول التماسك ده حاجه ستاندر، ده لازم تبقى شغاله في كله. لكن لما نيجي نبص على يعني مثلا عمود وعمود طول تماسك، بلاطه وبلاطه طول تماسك، لما تيجي نتكلم في بلاطه الفلات سلاب فعايزين نوصل سيخ وسيخ، فده اسمه وصل صلب التسليح. فوصل صلب التسليح ده انت هتشوف على طول 60 الفاي او 40 الفاي، مش هنبص خالص على فكره ال دي بتاعتنا او حساب القانون دوت. طب لو انا عندي مثلا هوصل بلاطه ببلاطه، فكده ده عنصرين، فمعايا طول تماسك ومعايا ابص هي المنطقه دي عندي ضغط ولا شد. طيب احسب اني فيهم، اخد ال60 ولا اخد ال دي؟ لا، انت هتحسب ال دي اللي هو ده وتشوف هيطلع لك كام. تمام. ولو طلع دوت اقل، لو طلع ده اقل يبقى تاخد مين؟ الضغط او الشد. يبقى لو هو طلع اقل انا هحسب ده كمان في الشد واحسب ده في الضغط. لو ال دي بتاعي طلع اقل من دول يبقى انا هاخد، يا اما لو كانت الكيس عندي شد هاخد الشد، يا اما لو الضغط. ليه؟ لان انا هكون وفيت ال دي بتاعتي. ونفس الكلام لو العكس، لو انا حسبت دوت وطلع اقل ورحت حسبت ال دي وطلع اكبر يبقى انا هاخد ال دي، وبكده يبقى انا ايه؟ وفيت شرط الكود في كل الاحوال وما تقلش عن القيم دي. كده اظن الموضوع بقى مفهوم ومفهوش لخبطه. يبقى احنا لو جينا بصينا هنا هنلاقي ان انا عندي زي ما بقولك الفرق ما بين ده وما بين ده ايه، وحساباتهم بتمشي ازاي. فانا ممكن اخليها 30 سم، ممكن لو السمك كبير يبقى انا بس مجرد جنش 10 سم فوق جنش 10 سم تحت، يعني نطلع ب 10 سم هنا كده، يبقى كده انا ايه الموضوع مظبوط معايا ما فيهوش اي مشاكل. هنروح للاستيراب.
8 ار. ما انساش طبعا الكفر بتاعي، كفر اشوف كفر العمود قد ايه، لانه دوت هيكون ماشي مع الكنات. المسافه او حتى هو بيقول لك كفر عند العمود، المسافه ما بين الكنه والكنه. ممكن نخلي الكفر هو 2. طبعا ممكن تبقى انت عامل كفر والكفر بتاعك يبقى موجود هنا، عشان هنا ده الديفولت بتاع البرنامج. تيجي من هنا تقول له 8 ار، شكل الكنه عامل ازاي، القفل على 35 والاس ايه 150 ما بين كل كنه والتانيه، وممكن تخليها 200 زي ما انت عايز. هتقول له اوكي. هيطلع لنا شويه حاجات كده ايه مش مظبوطه، زي ان السيخ بتاعنا محتاج ان هو يتعدل، لان احنا بنعمل السيخ دايما برجل لحد اخر الايه، لحد اخر القاعده بتاعتنا بالشكل ده اهو. نفس الكلام في الاتجاه التاني. ناخد ده نقول له edit ونروح جوه الكفر نحدد الشكل بتاعنا بالمنظر ده. بكده يبقى احنا خلصنا القعدة في اسهل شكل ممكن، ما خدناش اي وقت. لو عندنا القواعد طلع لنا شكل البلان بتاعنا، شكل الاليفيشن، شكل السكاشن اللي احنا عاملينها، ما خدتش مننا يعني 3 دقايق وكانت خلصانة بكل التفاصيل بتاعتها. وادي شكل الجنش بتاعنا، وادي طول الربط موفي معانا جدا الحسبة بتاعت الكود. هنشوف بقى في الفيديوهات اللي جايه ازاي نفرد الحديد وازاي نطلع جدول للقعده بتاعتنا دي بالكامل، بس عن طريق السوفيستيك رينفورسمنت، مش عن طريق التولز المانيوال اللي احنا اتعلمناها في بدايه الكورس.